السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في مملكتي مع هبة الدين. النهاردة بقى هعمل لكم حاجة حلوة قوي، الكبار والصغار بيحبوها. بندور كتير عشان نجيبها وتكون من مكان مضمون وتكون مستوية وتكون مظبوطة والكلام ده كله. طب ليه ما نعملهاش بالبيت؟ ومش هتبقى بنفس تكلفة بره، وهتبقي ضامناها وضامنة تتبيلتها وضامنة ان شاء الله سواها. هنعمل مع بعض النهاردة الكنتاكي. كنتاكي، ايوه، هنعمل مع بعض الكنتاكي او الكي اف سي والرز الريزو والكولسلو. علشان ما تتوهوش مني هنعمل حاجه حاجه ونشوف حاجه حاجه بتظبط ازاي. اول حاجه خالص طبعا الفراخ. تمام. في عنصرين مهم جدا بالنسبه للفراخ، انك تجيبيها صغيره علشان تكمل سواها وتبقى مستويه كويس جدا معاكي في الزيت، وفي نفس الوقت تبقى واصل لها السوا. يبقى اول حاجة ما تزيدش عن كيلو ونص. لو خلاص ما لقيتيش لحد كيلو ونص يبقى كيلو ونص، اكتر من كيلو ونص لا، اقل من كيلو ونص يا ريت. تمام، يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة واحنا هنقولها دلوقتي، اللي هو بصوا اللي انا عملته دلوقتي. انا بيتها بالمنظر ده. عملت ايه؟ انك بتجيبيها على بيات، بسم الله. بصوا، مع اني كنت اصلا جايباها وفرستها ونضفتها وفرستها، جيت بقى لما عوزت اعملها اهو عملتها. وشوفوا برضو المية اللي طلعتها. ليه بقى طلعت المية باللون ده؟ علشان انا قسمت الفرخة اول حاجة كام قطعة؟ 3 4 5 6 7 8 قطع. قسمت الفرخة 8 قطع، مع اللي انا عاملة كمان معاها وينجز جناحات لو حابين، بتشترى جاهزة وممكن تخزنوها. طيب عملت ايه تاني بقى؟ انا اوريها لكم دلوقتي، بسم الله. انا قطعت الفرخة ازاي 8 قطع، حتى بصوا لونها بيبقى متغير ازاي مع المحلول ده، وهنقول المحلول ده عبارة عن ايه. ومهم جدا جدا علشان لما تيجي تسويها جوه تستوى من جوه ما تاخدش وقت. انا قطعتها 8 قطع، خدت الوركين وخلعت الدبابيس، وهنا الصدر قسمته الكتفين، والحته اللي هي بتبقى هنا دي قسمتها 2. ده بالنسبه ازاي اقطعها 8 قطع. جيت على بيات طلعتها بقى، فكيتها بعد كده بالسكينه، قطعتها بعد كده قطعت بالسكينه زي ما انتم شايفين كده. بصوا، شقوق توصل لحد العظم جوه، شقوق فيها كلها من كل حته. سكينه بوزها رفيع، بقيت قد فيها كله من كل حته، سواء الوراك او الصدور. تمام اهو. بصوا، كلها شقوق في كل حتة. تمام. واهم حاجة الحتت اللي جنب العظم. وفي الجناحة نفس الوضع. بصوا، شقوق بالسكاكين في كله، وفي الدبابيس عملت نفس الوضع بحيث توصل معاكي للعظم. وبعد كده جهزت محلول اللي هو احنا هنقول عليه ده عبارة عن مية وملح وليمون. مية وملح وليمون وخل. المية حطيت فيها حوالي ربع كوباية ملح، وحوالي قدها خل، وعصرت ليمونتين كبار. تمام. وتقفليها كويس وتبيتيها في المحلول ده ليلة كاملة. الخطوة دي مهمة جدا. ليه؟ الخطوة دي بتساعد اللي الأنسجة بتاعتها بتطرى. بصوا، الدم اللي جوه العظم مع التفتيت اللي احنا عملناه بالسكاكين، بصوا، يكاد يكون مش موجود. بتسحب كل ده منه فيطلع معاكي المية دي. تمام. يبقى الخطوة دي مهمة جدا. تاني خطوة بعد اللي احنا نجيبها صغيرة، نجيبها صغيرة، تبدأي تقطعيها، تشققيها كلها بالسكاكينة كده، بسكينة تكون بوزها رفيع، تديلها كلها نغزات كتير جدا، وتبات في محلول ليلة كاملة عبارة عن مية وخل وملح وليمون وكمان سبت القشر. تطلع كل المية ده كده، نضمن اللي ما عادش فيه اصلا دم في العظم. تعالوا بقى نغسلها. خلاص غسلتها. من ليه غسلتها؟ علشان اغسلها من الخل والليمون والملح، مش عايزه الطعم ده فيها. تمام، كويس جدا. بصوا باين حتى اللي لحمها ابيض، كل ده من ايه؟ من النقعه اللي احنا نقعناها دي، يعني اتغسلت غسلات بنت لذينه. تمام كده. هنشيلها بقى كده على جنب، ونبدا ما تخضوش من الحاجات اللي قدامنا دي، مقادير الاكله كلها. احنا دلوقتي هنعمل حاجه حاجه ونركز في حاجه حاجه. هجيب بوله واحط فيها بسم الله كوباية حليب. تمام كده، بسم الله. ومعلقتين كده مليانين دقيق اهو بالشكل ده. وبهاراتنا بقى بسم الله، هحط معلقة بابريكا،
معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر. تمام. وعندي بقى بهاراتي كلها. انا هنا ظبطت الدنيا كده امبارح، كنت قاعده فاضيه، روقت المطبخ ومليت الحاجات هنا علشان ان شاء الله اشوف ايه البهارات الناقصه عندي عشان انزل باذن الله اجيبها، وان شاء الله هعمل لكم فلوج كده. عندي هنا بقى جنزبيل باودر، شويه كاري وكركم، حاجه كده بسيطه، رشات بسيطه اهو عشان لسه كمان الكفر التاني هنحطها. تمام. شوية فلفل اسمر وشوية شطة لو حابينها نص سبايس، يعني مش حراقة قوي بس في نفس الوقت ليها طعم اهو. تمام كده. وعندي طبعا الملح، بسم الله. شوية ملح كده حلوين اهو. تمام كده. وعندي نص ليمونة، عندي ليمونة كاملة. ليه ليمونة كاملة؟ علشان انا عايزاها تساعد اللبن شوية كأنه يبقى رايب، لو كده امكن يبقى تحطي لبن رايب. تمام زي ما تحبي اهو بالشكل ده. هعصر الليمونه بتاعتي كويس. تمام كده. بسم الله. هقلب الميكس ده كده كويس جدا. خدتوا بالكم احنا ما حطيناش بصل اللي هو بصل مفروم يعني وكده، احنا حطينا بصل باودر وثوم باودر علشان انا مش عايزه حاجه تكلكع معايا في الخليط. هحط كده واقلب بقى الميكس ده كويس جدا جدا لحد ما كل البهارات بتاعتي مع الدقيق تدوب كده. تمام. بس حسيت ان انا الخليط هيبقى قليل على الفراخ، فضفت كمان حوالي كوبايه او كوبايه الا ربع لبن. تمام. لكن طبعا نفس البهارات طعمها وريحتها باينه جدا جدا جدا، الثوم الباودر والبابريكا والميكس ده كله. هعمل ايه بقى يا جماعه؟ بسم الله كده هسمي وابدا انزل بالفراخ بتاعتنا. بسم الله. طبعا وده فايده الشقوق بقى يا جماعه. الشقوق هتفيدك جدا في النقع بتاعها وانت بتنقعيها في محلول، وهتفيدك في انك في الخلطة دي بتبقى كويسة جدا جدا علشان تتشرب من التتبيلة. تمام. والدبابيس اهو. وعندي بقى الوينجز زي ما قلت لكم، دي بتتجاب بقى من كنتاكي بقد كده علشان يعملوها. طب ليه ما نعملش في البيت؟ لا اما تجيبيها بتتجاب بالكيلو من السوق زي ما قلت لك، او بتعمليها انتي لو انتي بتظبطي الفراخ تقدري انك تاخدي الاجنحه بتاعتها وتعنيها تشتغلي بيها، تعملي بيها حاجات مختلفه. هنا انا حطيت بقى، بصوا انا عايزه اقلب بقى كده كل الخليط ده. انا عايزه كده ايه الفراخ بتاعتي تتغطس فيها. تمام اهو. تمام كده حلوه قوي. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انا هسيب التتبيله دي تقعد لها حبه. تمام. ولحد ما تقعد لها حبه كده وتاخد وتدي معاها، يا دوبك هتبقى واقفه على القليه. نعمل بقى ايه مع بعض؟ الرز. احنا خلاص سيبنا الفراخ زي ما قلت لكم تاخد وقتها كده بقى مع التتبيله، ودلوقتي هنجهز للرز. الرز الريزو مش صعب برضو، في ناس كتير بتستصعبه. النهارده عامله لكم حلقه والله مكثفه عشانكم، ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. طب الرز الريزو ممكن يتعمل بالرز الابيض العادي او الرز البسمتي زي ما تحبوا. الفكره في التكه وطعم الصوص. اول حاجه هنعملها مع بعض، بسم الله، اللي انا هجيب هنا كده بوله واجهز الصوص. الصوص بتاعه مش صعب، ما تستصعبوش الدنيا. تمام. هنجهز الصوص بتاعه وبعد نقول ما هو مقاديره في الصوص بتاعه. هو المقادير بتاعته عباره عن رز، طبعا انا غسلاه كويس ونقيه كويس وغسلاه كويس ومصفياه. عندك عسل اسود، عندي صويا صوص، عندي كاتشب، عندي باربيكيو اهو صوص الباربيكيو والكاتشب والصويا صوص وشطة وملح، وعندي واحدة مرقة اهي. تمام كده. ومعلقتين سكر هنشوف هنعوزهم في ايه دلوقتي في الحلة واحنا بنبدأ نحط الرز. وطبعا ده مقدار الايه المية بتاع تسوية الرز. تمام كده. طيب اول حاجة بنعملها اللي احنا بنجهز الصوص والخل. تمام سوري، ومعلقة خل بسيطة ابيض. هنجيب كده
بسم الله، مضرب او شوكة زي ما تحبوا اللي موجود، اي حاجة او معلقة. خلاص هنبدأ نحط. بسم الله، هحط معلقتين صغيرين صويا صوص. نركز بقى مع بعض في الايه، في الصوص بتاع الريزو. معلقتين صويا صوص، تمام. معلقة تقع، يبقى معلقتين صويا صوص، معلقتين خل او معلقة كبيرة، تمام. لو بالصغيرة يبقى معلقتين اهو، تمام. خل ابيض عادي خالص. عندي بقى معلقة كبيرة عسل اسود، تمام. لو بتحبي الطعم مسكر قوي حطوا معلقة عسل اسود ومعلقة عسل ابيض. انا هحط هنا اهو، انا كنت حاطه في التلاجة بحفظه في التلاجة. معلقة كبيرة عسل اسود يعني برضو بمثابة معلقتين صغيرين عسل اسود، تمام. يعني اهو بالشكل ده، تمام كده، حلو قوي. طبعا جمد علشان احنا في الشتاء. بسم الله. عندي بقى طبعا يعني حوالي كده نص كوباية كاتشب. كاتشب والباربيكيو اهم حاجة. هفتح بس العبوة، تمام كده. هنا فتحت عبوة الكاتشب وعبوة الباربيكيو. هحط بقى كده كاتشب، بسم الله. بصوا هحط حوالي نص كوباية، حبة كده ايه حلوين، بسم الله. كمان شوية. وطبعا برضو حوالي ربع كوباية باربيكيو، بسم الله. اساس الريزو الباربيكيو، عايزة تستغني عنه براحتك، بس هو اساس الريزو، تمام. بيدي نكهة حلوة جدا كده مدخنة للرز، تمام كده. بنقلب بقى يا جماعة الميكس ده كده كويس. بنحط عليه شوية ملح صغيرين. انا جايبة الكاتشب بارد والباربيكيو برضو نفس الوضع، مش جايبة حاجة حارة. احنا عايزين نتحكم هنتحكم احنا، تمام كده. وكده الصوص بتاعي جاهز، تمام. يبقى ده الصوص بتاع الرز، وهنشوف دلوقتي هنعمل بيه ايه، تمام كده. هنبدأ بقى دلوقتي نعمل الرز، وهنشوف هنضيف الصوص ده بتاعنا ازاي اللي احنا جهزناه. جهزته معاكم خطوة خطوة. تاني، حطيت خل، حطيت عسل اسود، حطيت من كل حاجة معلقتين صغيرين، حطيت صويا صوص، وحطيت حوالي ربع كوباية باربيكيو وربع كوباية كاتشب، تمام كده. يبقى ده بالنسبة لتجهيز الصوص بتاع الريزو، تمام كده. يلا مع بعض نعمل الريزو في الحلة بتاعته ونشوف هنعمله ازاي. حلة على النار، حطيت حوالي معلقتين كبار زيت اهو، تمام كده. وهعمل ايه، بسم الله. هنزل عليهم بمعلقتين كده سكر، تمام. وهوطي عليهم النار معلقتين صغيرين. عايزاه مسكر قوي زي ما قلتلك، ممكن تضيفي عسل اسود عليه كمان او عسل ابيض، تمام كده. في ناس بتحب الطعم المسكر فيه قوي. وابدا كده اسيب الزيت مع السكر ياخد ويدي مع بعض. هنا ماشيين مع بعض واحده واحده. السكر اهو بصوا بدأ كده ايه يتكرمل معايا، انا عايزاه يدوب. بصوا اهو حتى بدأ يكلكع كده. وطبعا فرمه بصله هنشوف دلوقتي اهو. بصوا بدوبه كده كويس. ممكن بدل الزيت تحطي زبده زي ما تحبي. عندي السكر اهو بصوا بدأ
يدوب مع الزيت بالشكل ده. بكرمله، ممكن تكرمليه الاول بعدين تحطي الزيت زي ما تحبي. انا عندي هنا لونه غير اهو وداب في الزيت فعليا. هنزل بالبصله بسم الله. اهو بصله فرمها كويس في الكبه، مش عايزاها تبقى باينه قوي. وابدا بسم الله اللي انا اقلبها علشان تندمج كويس مع البصلايه وياخدوا من لون بعض. بصوا عمل ازاي، والعسل اللي هو السكر اتكرمل. بصوا اهو تمام كده. دي حله جديده على فكره، وان شاء الله هعمل لكم ريفيو عنهم. دول جايين لي هديه، فان شاء الله باذن الله يعني كده هعمل لكم عنهم برضو ريفيو. هنا بصوا خدت كده لون حلو قوي تمام، اتكرملت ومع السكر خدت لون تحفه. هعمل ايه بقى؟ بسم الله. هننزل بقى كده الصوص اللي احنا جهزناه مع بعض. معلش ريحه البصل مع السكر. هناخد حوالي مثلا منه بصوا نصه مثلا تمام كده اهو. انا خدت حوالي نص الصوص اللي جهزناه مع بعض، واقلب مع الايه البصل والحاجه اللي احنا عملناها دي مع بعض. وعندي بقى هنا المرقه بسم الله. هنزل بيها اهو واحده مرقه الدجاج، وهقلب كده كل ده مع بعضه. وهننزل بقى كده بالبهارات بتاعتنا الجميله. طيب هنحط ايه؟ حوالي نص معلقه بابريكا، نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر، وكاري وكركم طبعا علشان الرز يبقى اصفر اهو. بسم الله. كاري وكركم وجنزبيل باودر اهو. بالشكل ده. بعد كده هقلب كل ده كويس جدا. بصوا العسل مع الكارمل مع الصوص اللي احنا اصلا عاملينه هو فيه عسل اسود. بعد كده بقى بسم الله هننزل بالرز بتاعنا. الرز المصري زي ما قلت لكم لكل كوبايه رز بتبقى كوبايه ميه. لو هتعملي رز بسمتي لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين ميه تمام. انا افضل اللي هو يتعمل بالرز المصري، هو حتى في المحلات لما بتيجوا تجيبوه بيبقى بالرز المصري. ونقلب كده الخليط. سوري خبطت في الكاميرا. نقلب الخليط ده كده كويس بسم الله كده علشان الرز مع الصوص مع الحاجة يندمج كويس جدا. بسم الله اهو. وهنزل بقى كده بمقدار المية بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه ما حطيناش الملح، بس عشان المرقة يبقى فيها ملح فانا هظبط دنيتي الاول وبعدين اشوف هيعوز ملح ولا لا. اهو نقلبه كويس بس علشان ما يبقاش فيه تكتلات من اللي هو الكرمل اهو. بسم الله. ايدي حاجة كده تمام اهو. قلب كويس جدا جدا تمام كده. وهنحطه على نار عالية، واول ما يغلي هنوطي عليه زي ما بنعمل رز على النار. مش قادرة اقول لكم الريحة تحفة وريحة الصوص تحفة تحفة تحفة. هنا بقى هنجهز الكفر اللي هو الاخير بتاع الفراخ الكنتاكي. طيب هو بيبقى عبارة عن ايه؟ برضو انا سايبة دول عشان هم اساسيات الليلة النهاردة، فهم بوريكم مع البهارات. هنحط دقيق بسم الله. نحط كده ايه، هحط كميات بحيث اللي هي تمشي معايا مع الليلة كلها، علشان انا هحتاج طبعا حبة حلوين يعني، وهشوف احتمال ازود حبة كمان. ونحط نشا، دي حوالي كوباية الا ربع، يعني كوباية الا حاجة بسيطة جدا نشا تمام كده. وبنحط بقى عليها بسم الله معلقة توم باودر
معلقة بصل بودر وبابريكا، حاجة كده بسيطة. تمام خلاص كده دول شكرا. وبنحط عليها حوالي كده معلقة صغيرة شطة علشان تبقى نص سبايسي، متبقاش اللي هو تبقى طعمه ليها طعم، متبقاش حراقة ولا تبقى باردة. تمام اهو. وشوية ملح طبعا، يعني بتجهزي الدقيق بمعنى اصح برضو ما يبقاش ملوش طعم اهو بالشكل ده. هنقلب بقى كده اهو، وزودت شويه دقيق كمان، وهنحط بقى حوالي معلقه كبيره من البيكنج باودر اهو، والكيس بيبقى حوالي معلقتين بالشكل ده. واقلب بقى الكفر ده كويس جدا اهو، بسم الله. ونبدأ نشوف هنعمل ايه. خلاص جهزت الميكس بتاعي. بجيب بولة، بسم الله، بنجهز كده الدنيا تبقى حواليكي جاهزة. بجيب بولة فيها مية، تمام، وعندي هنا الميكس بتاع الدقيق، وحاجة بقى تكون غويطة، بسم الله، حلة مش طاسة، انا قلت حلة، تمام اهو، حلة هنقلي في حلة علشان تحافظ على الحرارة بتاعة الفراخ ويطلع مقرمش من كل حتة. لو قليتي في طاسة الحتة اللي بتبقى في الزيت هتبقى مقرمشة واللي معرضة للهواء طرية، احنا مش عايزين كده. طيب هنعمل ايه؟ هنولع اهو حوالي 3/4 الطاسة زيت، تمام، ده الحلة سوري، لازم تبقى كده عشان لما ننزل بقطعة الفراخ تبقى نازلة. تعالوا معايا بقى هنا بنعمل ايه. بسم الله، هنجيب الفراخ بتاعتنا، تمام، بسم الله، ونبدأ كده ناخد في القطع، بقلب كويس، باخد من اللي في التتبيلة مثلا من تحت، بسم الله، وانزل بيها على الدقيق. بصوا اهم حاجة عندي الزيت يبقى سخن مش بيغلي، في فرق من بيغلي وسخن، انا عايزاه يعني سخن بس، تمام. والمية اللي احنا جهزناها هنزل بيها بالشكل ده اهو، تمام كده اهو، وهطلعها تاني، تمام، وانزل بيها تاني على الخليط بتاع الكفر بالشكل ده، واعمل كده علشان تديلي التعرجات والقرمشة اللي بتبقى موجودة اهو. بصوا في الكنتاكي بالشكل ده اهو، بصوا. وعندي الزيت هنزل على طول، بسم الله الرحمن الرحيم، في الزيت على طول، تمام. هوريكم اهو بس علشان ايدي، فعشان هتوسخ الكاميرا هوريكم اول ما اروح عليها هناك. هجيب هنا اهو دبوس، نفس الوضع، ابدا اعمل كده اهو، تمام اهو، بصوا عشان تديكوا القرمشه دي، وانزل على الميه ونطلع تاني، بسم الله، على الدقيق. الخليط ده ما يتسابش، يعني انت تعملي وتنزلي على الزيت على طول، تمام اهو بالشكل ده. وهنزل برضو على الزيت، هوريكم دلوقتي اللي نزلت بيه على الزيت. هعمل بس ايه، هعمل معاكم مثلا علشان الطاسه عندي ما تبقاش مليانه او الحله، تحطي مثلا معاها بقى ايه جناحين كده 3، نفس الوضع اهو، بعمل كله في الدقيق بالشكل ده، بحاول وانا بعمل بخلي صوابعي تعمله في بعضه عشان يديكي القرمشه المطلوبه. هنزل اهو اهو، تمام، واجيب من الميه انزل تاني على الدقيق اهو، بصوا الجمال، وانزل على الزيت اهو، كله بالشكل ده، بصفي على قد ما اقدر، تمام اهو اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده اهو، بسم الله اهو اهو، تمام كده. طبعا هنبهدل الدنيا دي، مش مشكله، هنمسح البوتاجاز تاني بعد ما نخلص بالمنظر ده اللي هو باين قدامك اللي الزيت سخن
بس مش بيغلي، وانا نزلت بالحاجه هتطلع كلها دلوقتي فوق وهتشوفوا الشكل. وهنا عندي بصوا كده معايا الرز، بصوا الجمال، ريحته حلوه قوي قوي، ريحته تحفه يا جماعه. بصوا الجمال، طبعا عامل في بعضه علشان الكرمل اهو. هقلبه علشان يفرفر كده ويبقى في منتهى الجمال. بصوا الجمال، بصوا بصوا اصلا باين عليه اهو. بس كده هو خلاص لسه له حاجه بسيطه جدا، وطيت عليه على الشارع علشان يتردد وبس كده. وعندي هنا بقى الفراخ اهو، وهوريكم. يفضل علشان طبعا هكمل الكميه كلها عشان الفيديو ما يبقاش طويل، يفضل تطلع مش على مناديل مطبخ، لا تطلع على مصفى او شبكه عشان تصفي الزيت. المناديل هتساعدها اللي هي تطرى شويه علشان هتبقى ماسكه فيها، لا مصفى او شبكه وتحتك الورقه بتاعتها او المناديل وتصفي الفراخ اهو. بصوا الجمال. بعمل ايه بقى يا جماعه؟ بوارب عليها الغطا بالمنظر ده، بصوا كده. تمام، هخلص الكميه بنفس الطريقه ونشوف مع بعض هتبقى عامله ازاي. كده نستغل الوقت لحد ما الفراخ بتاعتنا تاخد في السوا ونبدا نشيلها. هنجهز مع بعض صوص بيتقدم مع الفراخ حلو قوي قوي. بيبقى عباره عن مستردة، حطي من كل حاجه حوالي معلقه كبيره، عايزه تزودي الكميه براحتك. تمام. عندي مايونيز، بس انا بقول لك اساس الحاجه، يعني الصوص ده بيبقى عباره عن مايونيز وعن كاتشب وعن مستردة وشطه اهم، دول الثلاث حاجات دول. بسم الله، الله اكبر، عشان عايزه لا ده ابان العصر. وهنا كاتشب برضو حوالي معلقه كبيره، وشويه شطه مش هكتر اهو. وبنقلب الميكس ده كده كله مع بعضه، وده الصوص اللي بيتقدم مع الكنتاكي اهو بالشكل ده. يبقى عندي كمان الصوص جاهز على التقديم، الحاجه بتاعتك كلها تبقى جاهزه. وده كده الصوص بتاع الكنتاكي، مستردة مايونيز كاتشب وشطه اهو بالشكل ده. هنعمل بقى دلوقتي الكول سلو. احتياجات الكول سلو او مقاديره. تمام، عندي عايزه اللي هو كابوتشا كرومب، كابوتشا كرومب وزبادي ومايونيز، انا سايبه الحاجه عشان نستخدمه نوت، وجزر. الكابوتشا بيبقى اكتر من الجزر، وحوالي نص بصلايه زنطوطه، لو بصله كبيره يبقى ربع، وملح وفلفل، وطبعا شويه خل. يبقى عندنا مايونيز وشويه معلقتين سكر، لو عايزين سكر كتير زي المطعم يبقى حوالي تلت كوبايه سكر، وخل ونص ليمونه وملح وفلفل وبصل بودر. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هجهز معاكم الصوص. بسم الله. زبادي، في ناس بتستغنى عن الزبادي براحتها، انا بحب احط فيه زبادي جدا، بتبقى مختلفه اهو. بسم الله. هحط معايا زبدية كبيره اهو. هحط زبادي، وهحط حوالي نص كوبايه مايونيز، وحوالي نص كوبايه مايونيز. بسم الله اهو بالشكل ده. والخل الابيض، ممكن تحطوا خل تفاح براحتكم، حوالي معلقه كبيره خل، ومعلقه صغيره نص كده معلقه بصل بودر، وملح وشويه فلفل اسمر. الليمونه دي اختياري، لو حابه الحموضه بتاعته تبقى زياده، انا ما بحبش احط بصراحه فيه ليمون بدل حطيت خل وملح. وطبعا هنحط سكر. بسم الله. زي ما قلت لكم حوالي تلت كوبايه، او يعني مثلا المعلقه الصغيره دي 5 معالق.
بالشكل ده. انا كده الصوص بتاعي بتاع الكول سلو جاهز. هقلبه كويس جدا. بسم الله. ريحته طلعت من قبل ما اعمل اي حاجه. انا كده قلبته كويس جدا. هجهز بقى البصل افرمه كويس. هنا بقى خلاص اهوت انا جهزت الكابوتشا، قطعتها وبشرت الجزر وبشرت الربع بصلايه. هنجيب بقى الخليط بتاعنا ده تمام اهو، اللي هو احنا جهزناه مع بعض، اللي هو الصوص بتاع الكولسلو. هنزل كده بسم الله. الحاجه مغسوله كويس ومتنشفه تمام عشان مش عايزين فيها ميه اهو بالشكل ده. وهقلب بقى كده كل الخليط ده مع بعضه اهو. هقلب بقى كل الخليط ده كده اهو بسم الله. وكده يبقى جاهز. يفضل تعمليه قبلها بليله كامله وتحطيه في التلاجة او قبل التقديم بساعه او ساعتين تمام اهو بالشكل ده. ونسيبه كده الكل. وهنا خلاص خلصت الاكله بتاعتي. بصوا الجمال. هقرب لكم الصوره. حلوه جدا جدا. جبنا اكل المطعم عندنا في البيت. هنا الصوص اللي عملناه مع بعض اللي هو بتاع الفراخ، اللي هو المايونيز والكاتشب والمستردة والشطه. وادي الرز الريزو حطيت عليه من الصوص اللي عملناه مع بعض في اول الفيديو وضفنا عليه مع واحنا بنطبخ الرز. والكولسلو بتاعنا عمل الصوص بتاعه بقى طعمه حلو جدا. وهنا الكنتاكي بقى بصوا لونه، بصوا الجمال. عايزه اوريكم. بصوا بسم الله ما شاء الله. سامعين طبعا عشان الصوت لسه فيه بقى له حاجات. بصوا الصوت القرمشه، صوت القرمشه بتاعته واضح جدا جدا. حلوه قوي قوي. دي بالنسبه للقرمشه. بصوا مش عارفه اعملها من صوت ما شاء الله ما هو مقرمش. بصوا مستوي جدا. بصوا العظم مفيش الكلام ده، مفيش اي حاجه اهو. وطعمه حكايه. مستوي كله. انا بس مش عايزه اكسره عشان هقدمه للناس، بس انا واثقه من سويه. بصوا اهو، ده اكتر دليل اهو. مفيش دم يا جماعه، مفيش اي حاجه. بسم الله ما شاء الله على سويه وعلى جماله. مستوي جدا جدا. طعمه حلو قوي، طعمه مظبوط. والرز الريزو طعمه حكايه. هيعجبكم قوي، لازم تجربوه. الاكله كلها سهله، جربوها في البيت. وهنا اهو سامعين القرمشه، انا عايزاكم تسمعوها. قرمش الصوت اهو اهو. قرمش جدا ومحتفظ بالقرمشه بتاعته. والطعم حكايه فعلا. طعمه حلو قوي، واخد اللون والشكل بتاع بره بالظبط واحلى كمان. جربوه بنفس الطريقه ان شاء الله هيعجبكم. وصحتين وعافيه على قلبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.